أصدقاء، تمرين جديد واحد آخر. نبداو نتوكلوا على الله. نعاين بواسطة راسم تبدو في مدخل إكريك واحد الموجة الفوق الصوتية. خصني بعدا نشرح شنو معنى الموجة فوق الصوتية. دابا الدراري، عندنا موجة صوتية هي اللي كيكون شنو التردد ديالها محصور ما بين شنو وشنو 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. صافي. دونك فاش يكون عندك التردد نتاع واحد الموجة محصور ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز كتسمى موجة صوتيه، كنقدروا حنا نسمعوها عادي، موجه صوتيه. صافي، هاد الموجه صوتيه. اما الا كانت عندي واحد الموجه التردد ديالها كبر من 20، الا كانت عندي مثلا واحد ان واحد، هذا شنو التردد نتاع واحد الموجه، نتاع موجه صوتيه. وين شنو كتسمى وين شنو الشرط ان هاد ان كبر من 20 كيلو هرتز، يعني كبر من 20 كيلو هرتز، ما كتبقى سميتها هي موجه صوتيه فقط، لا، كتسمي سميتها موجه فوق صوتيه. موجه فوق صوتيه فوق توصل الا كان التردد ديالها كبر من 20 كيلو هرتز. صافي. وهاد الموجه ما كنقدروش حنا نسمعوها الانسان كيقدر يسمع فقط الموجات الصوتيه. صافي، اللي هي محصوره بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. اما الا كانت فوق 20 كيلو هرتز كتسمى موجه فوق صوتيه. صافي، كيسمعوها بعض الحيوانات فقط. صافي الدراري، تحياتي لكم، ونكملوا دابا التمرين ديالنا. صافي، هذيك المعلومات، ونكملوا باش تعرف شنو الفرق ما بين الموجه الصوتيه والموجه فوق الصوتيه. دونك الموجة الصوتية محصورة ما بين 20 هرتز و 20 كيلو هرتز. الموجة فوق الصوتية كبر من 20 كيلو هرتز التردد ديالها. المهم، الموجة فوق الصوتية المنبعثة من المرسل ومعاين في مدخل إكريك جوج، نفس الموجة التي يلتقطها المستقبل يبعد عن المرسل بمسافة دي. واخا دابا خصني نشرح لك. دابا هنايا كاين واحد الباعث. هاد الباعث شنو كيصيفط موجة. شنو هاد الموجة؟ موجة فوق صوتية. صافي. واخا هاد الباعث هذا نسميوه انا وياكم واخا. وكاين واحد اخر سميتو بي، هذا شنو كيتسمى؟ مستقبل. هاد بي شنو غادي يدير؟ هاد بي يستقبل شنو؟ يستقبل ديك الموجه اللي توصل. ولكن بلاتي عرفتي شنو درنا؟ خدينا داك الجهاز مالو، خدينا داك فيه مدخل فيه إكريك واحد و إكريك جوج. حنا خدينا شنو؟ خدينا الباعث اللي يرسل ليا الموجه ودخلناه في إكريك واحد، والمستقبل مالو حتى هو دخلناه في إكريك جوج. دابا في وسط داك الجهاز شنو غادي نشوف؟ غادي نشوف الاشاره ديال من؟ غادي نشوف الاشاره ديال الباعث، لحقاش راه بجوجهم كنديروا لهم معاينه، بجوجهم كنشوفوهم في الجهاز. وشنو حتى نتا المستقبل، ماشي هي المستقبلات بجوجهم كما كان عندنا في التمرين اللي قبل. دابا هاد الباعث المستقبل، هنا نشوف الاشاره الاولى والاشاره الثانيه. الاشاره الاولى ديال ما تكون الدراري في داركم وصلت نتاع الباعث، حقاش هو اللي صيفط الاشاره. يلاه خرجت الاشاره غيلتقطها هنايا، يلتقطها هاد الجهاز. يلاه خرجت الاشاره من شكون اللي التقطها؟ هاد الجهاز. وبقات غادا 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 فاش وصلت عند بي عشان هو التقطها الجهاز. يعني تلقى جوج اشارات، الاولى والثانيه، هذه نتاع الباعث وهذه نتاع من؟ نتاع المستقبل. صافي، نتمنى يكون الدراري هادشي واضح وضوح الشمس في يوم جميل. صافي، حيد هادشي. اوكي، نكمل. دوك الدراري قال لك اسيدي، نكمل بعدا. قال لك المهم كاين هنايا باعث قلنا، كاين باعث وكاين هنايا مستقبل. واخا بغينا نشوف واحد المسافه. شنو هي المسافه؟ عطاوها لنا، قالك دي كتساوي 5.1 سنتيم. هي المسافه اللي ما بين الباعث والمستقبل. صافي. هانت يلتقطان المستقبل يبعد عن المرسل بمسافه دي، انظر وثيقه. هي هذه. شوفوا شو كتسوي. الموجه المنبعثه، الموجه الملتقطه، هي هذه اللي التقطها، وهذه هي اللي بعثها هذاك الباعث. نعطي الحساسيه الافقيه التي. يسأل كيفاش الحساسيه الافقيه؟ الحساسيه الافقيه شوفوا شنو فيها. ميكرو سكوند. غنكتبها هنايا. الحساسيه غنكتبها ونشرحها. الحساسيه الافقيه. ها شكرا كنرمزوا لها باس اش. شنو كتعني اس اش؟ بالك هذه كتساوي 50 ميكرو سكوند على الديفيزيون. كيفاش وصلت الديفيزيون؟ الديفيزيون هو مربع. صافي، هاد الديفيزيون هذه اللي مكتوبه هنايا هو مربع واحد كيتسمى ديفيزيون. يعني كل ديفيزيون بشحال باش كيمشي ب 50 ميكرو سكوند. ما فهمتش واش. دابا بدك تحسب لي هنا المده الزمنيه تاع جوج مربعات هادو. غتقول لي شحال عندك من مربع؟ دونك عندي جوج مربعات، غتقول لي المده الزمنيه ولا دلتا تي كتساوي شحال عندك من مربع أستاذ جوج فاش في 50. شنو هي 50؟ هي الحساسيه، يعني كل مربع عنده 50، يعني عندي جوج مربعات في 50 اللي كتساوي 100 شنو ميكرو سكوند. فهمت أستاذ. يعني الا بغيت نحسبها القاعده العامه شنو كتقول لك؟ دلتا تي كتساوي اكس فاش اس اش. أستاذ شنو معنى اكس؟ اكس كيعني عدد المربعات. شحال عندي مربع؟ مثلا نعطيك مثال واحد اخر.
شوف من هنا حتى لهنا، كتحسب لي المده الزمنيه، كتحسب لي المده الزمنيه استغرقت الموجه مشات من هنايا حتى لهنايا. غتقول لي شحال عندي بغيتي المده الزمنيه، بغيت دلتا تي. شحال عندي مربع 3، يعني اكس شحال كتساوي 3. شنو هي اس اش؟ هي الحساسيه الافقيه، شحال كتساوي 50، يعني 50 شحال كتساوي 150 شنو ميكرو سكوند. لحقاش فاش ضربتها ديفيزي، امور واضحه الدراري. ديفيزيون هو عدد المربعات، امور واضحه وسط صافي بخير. وسط كمل نحيدو هادشي وسد. كما قلت لي شنو هي هاد الثانيه؟ هذه الحساسيه الراسيه. الحساسيه شنو الراسيه؟ كتقول كل مربع بشحال باش طالع، كل مربع بشحال باش طالع. قالت لك 200 ميلي فولت. عقاش الدراري دابا حنا داك الجهاز نتاع كاشف التذبذب شنو فيه؟ فيه بحال المعلم، فيه بحال المعلم صافي، فيه بزاف د المربعات. هذا كيكون بالفولت، زعما هنا كاين الفولت صافي، هنا كاين الفولت، وهنا كاين الزمن. هنا كاين التوتر وهنا كاين الزمن صافي، هنا كاين التوتر وهنا الزمن. ودائما الزمن باش كيكون بالسكوند، والتوتر باش بالفولت. يعني دائما الا بغيتي تحسب مربع بحال هكا راه كاين هنا السكوند الا مشيتي هكا، الا مشيتي افقيا. اما الا مشيتي راسيا راه الفولت، لحقاش كاين التوتر صافي. نتوما تكونوا فهمتوها. دونك كل مربع مشيتي به افقيا، عفوا راسيا، راه كنحسبوا الفولت. اما افقيا راه كنحسبوا السكوند يعني الزمن صافي. وكنحسبوا به التوتر واحد الزمن صافي. الامور واضحه وسلسل. نخدموا نكملوا. واخا هانتوما تشوفوا كيفاش نخدموا بهم بجوج. سؤال واحد، حدد مده الموجه دلتا تي. مده الموجه فين هي الموجه الدراري؟ بشويه عليكم. وصل الموجه فين هي؟ غادي نقول دابا فين هي الموجه. شوفوا معايا، ماشي هذه هي الموجه، ماشي هذا هو التشوه، هذه كما هي الموجه. داك هو مده الموجه، يعني دلتا تي الموجه. غادي نجي نقول السؤال، نقول له مده شنو الموجه بوحدها. الموجه بغيتي الموجه هذه شحال فيها مربع؟ وصلت فيها جوج مربعات، غنسميها دلتا تي، حتى هما سماوها دلتا تي. يعني اكس فاش اس اش. برافو عليك. دلتا تي شحال هو اكس؟ شحال من المربع؟ جوج مربعات، جوج. اس اش اوسط هذا هو اس اش، هذا هو اس اش، وهذا كيتسمى اس في صافي. اس اش شحال هي؟ 50. 50 اللي كتساوي شنو؟ 100 شنو ميكرو سكوند. ما حولتهاش، خليها لحقاش عطاوك حتى هما بالميكرو، هاي بالميكرو سكوند خليها. ثم الاستطاله القصويه. يعني شنو معنى الاستطاله القصويه؟ الاستطاله عقلتوا شنو كنا كنرمزوا الاستطاله اي، يعني الارتفاع، الارتفاع ديالها صافي. الارتفاع ديالها ها هو الصفر ديالها، هذا الصفر، هنا كاين الصفر. متفقين معايا ولا لا؟ متفقين. يعني بشحال الدراري باش طلعات، بشحال باش طلعات اللي سولتك تقول لي سيدي راه طلعت شي مره واحده مربع واحد. غادي نقول له و يو ماكس. واحد الدراري عافاك نجي واحد لابيل. دونك كملوا الدراري كيف قلت لكم هذا هو الصفر. عطاكم واحد الخط هنايا، دونك نتا اعتبروا الصفر. دونك شحال باش طلعت القيمه القصويه؟ طلعت مربع واحد. متفقين معايا؟ غادي نقولوا سد. شنو نجي لهنايا نقول له اي يو ماكس، يعني الوسع القصوي كيساوي دائما نقول له هو اكس ياك. فاش استاذ اس في. شنو هي اس في؟ هي الحساسيه الراسيه. تساوي شحال هي اكس؟ شحال باش طلع وسط المربع؟ واحد. ها هو واحد. فاش استاذ؟ عافاك استاذ نضربو 50. لا، شنو قلت لك؟ هذا طالع للفوق، الحساسيه الراسيه طالع للفوق. فاش؟ هاي شحال عندها؟ 200. دونك 200 شنو ميلي فولت. ميلي فولت يعني شحال كتساوي 200 عفوا 200 ميلي فولت. هذه هي يو ماكس صافي. هذه هي يو ماكس. باش تحولها لفولت حولها ماشي مشكل. نكملوا الدراري نكملوا. نمشيو للسؤال رقم 2. نتمنى يكون هادشي واضح، نتمنى يكون هادشي واضح. هادشي راه بسيط غير باش كنتعلموا. سير وسط سؤال 2. قال لك حدد لمده طو. شنو هي معنى المده طو؟ سهله صديقي. شنو هي سهله بزاف. اسيدي دائما طو ياك مده زمنيه حتى هي مده. هاوني قرا مزيان. حدد مده الموجه الفاصله بين لحظه انبعاث الموجه ولحظه التقاط من طرف المستقبل. دابا شوف، هاد الموجه هادي منين جايه؟ من الباعث اللي صيفط لنا، ماشي نفترضوا هو الباعث نسميو اس. صيفط لي واحد الموجه شكون يستقبلها؟ واحد ار. كاينه واحد المده زمنيه بيناتهم دلتا تي. هما شنو سموها؟ طو. طو هي المده الزمنيه باش تمشي الموجه من اس حتى من حتى الار، من الباعث حتى المستقبل. بغينا نجبدوها نقولوا لدينا شنو عندنا دائما طو كتساوي. واش هاد ملي نحسبها القضيه ساهله. شوف اصديقي، اللون المغاير ما كعندكش احتمالات. يا اما تبدا الحساب من المؤخرات تاع الموجه حتى المؤخرات الموجه، ولا من مقدمات الموجه حتى مقدمات الموجه. خدم باش ما بغيتي، ما كاينش مشكل. انا كنفضل من مؤخرات الموجه حتى مؤخرات الموجه. نشوفوا شحال كاين من مربع. ها واحد، ها جوج، ها ثلاثه. بديت من مؤخرات الموجه حتى مؤخرات الموجه الثانيه. واحد جوج ثلاثه. كنقول له كتساوي اكس فاش؟ بما انني انا غادي هكا ياك غادي هكا، يعني حساسيه افقيه. فاش؟ في اس اش استاذ. برافو عليكم.
تساوي شحال هي إكس؟ 3 مربع 3 إس أش شحال هو؟ 50. 50 اللي كتساوي شنو؟ 150 ميكرو سكوند. ها انت لقيتي طو، ها انت لقيتي طو، صافي هادي هي طو. برافو عليكم الدراري. نكملوا الدراري. سؤال 3 قالك استنتج سرعة انتشار الموجة فوق الصوتية. مزيان نمشيو نحسبوا السرعة. غنقول له لدينا علاقة السرعة في كتساوي دي على معنى تي. تطبيق على هادي شحال هو دي؟ ها 5.1 واللي فاش 10 ناقص 2 أس. عقاش بالسنتيم حولنا للمتر. وسط دلتا تي ها هي لقيتيها هي طو. هي حقاش ما بين هادي وهادي طو 150. نقول له 150 واللي فاش 10 ناقص 6. علاش ميكرو؟ ميكرو حولناه للسكون. 10 ناقص 6 تطبيق على دي أس طو 5.1 10 أس ناقص 2 هبط على من 150 زيد 10 أس ناقص 6 غادي يوصل 300. عطاتني إكزاكت في كتساوي 340. علاش أوساد؟ لحقاش حنا فاش خدامين في الموجة الصوتية، والموجة الصوتية دائما في الهواء ولا في الفراغ شحال كتساوي؟ 340. 300 وشنو؟ 340. تحياتي لكم الدراري.